حسب شبكه سكاي سبورتس الالمانيه بان ريال مدريد حاطط ايرلينج هالاند كهدف ليه في الصيف المقبل، وان ريال مدريد بيجهز عرض بقيمه 500 مليون يورو لشراء ايرلينج هالاند بسبب طبعا عقده طويل الامد، وهو كام لحد عام 2034 لان هو ممدد عقده طبعا لحد عام 2034. وطبعا هالاند طبعا يعني شايف ان ريال مدريد طبعا كهدف ليه، وانه طبعا حلم طبعا في مسيرته الكرويه. لو تفتكروا كده بعد مباراه ريال مدريد ومانشستر سيتي كان في برضه بعض التلميحات من ايرلينج هالاند برضه ان هو عايز يروح ريال مدريد، وكان دايما يعمل اعجاب على منشورهم وصحف كتير كده على الكلام ده. هو الصحفي الالماني فلوريان بلاتنبرج، كلنا طبعا عارفينه، من اكثر الصحف من اكثر الصحفيين الموثوقين في المانيا. حلو الكلام، حلو الكلام. وكمان موقع فيش هاجس الاسباني اكد برضه على الكلام ده. بص بقى يا سيدي، ركز كده معايا وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اولا ايرلينج هالاند مش هينفع يجي ريال مدريد. ليه؟ انت بتتكلم في ايرلينج هالاند وكيليان امبابي ما ينفعوش خالص مع بعض. انت بتتكلم في اثنين لعيبه هم احسن لعيبه في الجيل الحالي، فصعب ان انت تشوفهم مع بعض. يعني دول زي كريستيانو وميسي كده، فصعب ان انت تجمعهم مع بعض. لو جوارديولا ولا مين مش عارف حد يسيطر عليهم، الا بقى لو مدرب عرف ان هو يحكم الفريق ده ويحكم الريتم ده يبقى معجزه. ليه بيريز عايز يجيبه؟ بيريز عايز يجيبه عشان فلوس، عشان هيكسبه فلوس، عشان بيريز عايز يجذب مستثمرين لنادي ريال مدريد. ما خلاص بيريز دلوقتي او من زمان اصلا بس احنا مش واخدين بالنا، بيريز بيتعامل مع ريال مدريد على انه نادي استثماري، نادي بيزنس. فهو عايز ايرلينج هالاند عشان كده. فانت متخيل بقى معاك ايرلينج هالاند كيليان امبابي، شوف ده دول هيكسبوه كام، سواء بقى من بيع التيشيرتات، من عقود الرعايه والاعلانات وحاجات ثانيه كتيره. فحد هيقول لي طب هو فعلا بيريز يدفع فيه 500 مليون يورو؟ اه طبعا يدفع فيه 500 مليون يورو، لان الفلوس دي هترجع اصلا تاني لبيريز. وتخيلوا معايا وجود امبابي وهالاند الاثنين دول مع بعض، دول يعني يكسبوا ريال مدريد ذهب، يكسبوا بيريز حرفيا ذهب. انت عايز تجيب هالاند انا ما عنديش مشكله، بس ساعتها انت تبيع كيليان امبابي وتبيع طبعا فينيسيوس، لان احنا الصراحه يعني ما بقناش طايقينه. بس ده اللي انا شايفه. لكن هالاند انا في رايي الشخصي ما يجيش، وفي رايي الشخصي ما يجيش ريال مدريد. انت قاعد واخد وضعك هناك، واحسن لاعب في السيتي، واحسن لاعب في الدوري الانجليزي، ولاعب يعني واخد وضعك وليك مكانتك هناك. ليه تيجي في ريال مدريد وتدخل اصلا في مشاكل وتزود اصلا مشاكل غرفه الملابس وهي اصلا مش ناقصه؟ انا من رايي الشخصي هالاند يقعد في ريال مدريد، قصدي في مانشستر سيتي، قصدي عفوا، انه هناك واخد وضعه واخد مكانته واحسن لاعب هناك، بس باللعيبه اللي عنده دي، ويبيع فينيسيوس. تمام، وعادي جدا بريس تطب في دماغه يخلي الكواليتي ده كله مع بعض. بس انا من رايي الشخصي ما ينفعش هالاند يجي، لان انت كده يا باشا هتعمل مشاكل، انت كده هتضرب الدنيا اكتر ما هي ضربه. يعني يا ريت جماهير ريال مدريد ما تفرحش، بالله يا جماعه ما تفرحوش والله العظيم تحزنوا كده، لان اصلا بيريز بيطينها اكتر. بيريز مش جايبه عشان سواد عيون، بيريز جايبه عشان فلوس، ماني، عشان هيكسبه فلوس، ان هو شايفه كهدف منقذ في الموسم الايه، في الموسم اللي جاي اللي هو مهاجم صندوق بتاع ده. الكلام ده كله كده. بيريز عايز